بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. قبل ما نبدأ ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل فيديو جديد. وخلينا نقول: من عاش بلا مبدأ سيموت بلا كرامة. وهنزيد ونقول كمان: ومن عاش بلا كرامة سيموت بلا قيمة. تمام. الكلام ده هنسمعه كتير الفترة الجاية. ليه؟ لأن من كتر ما بنشوف اللايفات اللي على التيك توك بأشكالها وألوانها وقرفها، ما شاء الله، الزبالة، كوم زبالة على التيك توك من اللايفات بتاعتها. تمام. هو أنا حضرتك لو أنا أهو مثلا، أنا مثلا فنان، وقدامي برضه في البث بيبقى في اتنين، واحد هنا واحد هنا، الشاشة متقسمة، واحد هنا وواحد هنا. أنا مثلا فنان وقدامي تيك توكر بنعمل تحدي مثلا، أنا أصلا ما بعملش كده ولا بفتح تيك توك أصلا. فإيه؟ تيك توكر يمسح بلاط فنان الأرض. ده أو عامة كلهم غلط في غلط. أنا مستني اللحظة اللي هتيجي اليوم فيها والبرنامج ده يتقفل في مصر. اه والله مستنيين انا مستني بفارغ الصبر ان البرنامج ده يتقفل عشان ما نشوفش اللي احنا بنشوفه ده اهو، من قرف وقلة أدب وقلة قيمة وقلة كرامة. ما شاء الله. وده بجد احنا بقينا في غابة غابة عشوائية. كل حاجة غلط بتتعمل، واللي يحط دي على وشه في البث كبسه كبسه. وهتيك توك هيمسح ربط هنا في ارض والتيك توك والقرف اللي احنا بنسمعه ده، وكل ده ومفيش. امتى البرنامج ده يتقفل عشان نخلص؟ البرنامج بقى مرعب. بقينا نقول احنا خلاص يوم القيامة ونهاية العالم قربت بالاشكال اللي احنا بنشوفها دي. والله البرنامج ده بقى مرعب لدرجة ان احنا م... انا بقيت متأكد ان اللي قدام في على التيك توك دول شياطين على هيئة بني ادمين، على هيئة بشر. ده لو ابليس شافهم تبت الى الله. انا مش قصدي حاجة، ولكن اللي بيعملوه ده عملوا حاجات لا تتخيلها من قرف ووساخة وقلة أدب وقلة قيمة. وكل ده عشان الفلوس. طز في الفلوس، طز في الفلوس اللي تخلي البني ادم يعمل كده، يقل من نفسه ومن قيمته ومن كرامته عشان شويه فلوس وشهره وبروباجندا وشو. طب يعني ايه اللي هتستفادوا؟ ايه؟ ماشي، الشهره. والناس بقى السوشيال ميديا عندنا هتطلع وتغلطوا في الحاجه دي. انا اتفق معاكم فيها، لان المفروض دول بيغلطوكم وياريتكم تتعلموا غلطكم. لا، احنا هنكمل يا باشا، احنا مالناش دعوه بحاجه. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. احنا هنا في وسط غابه مليئه بالقاذورات والوحوش، الوحوش المفترسه. وهذه مثل زي اللايفات دي بتهدم قيم المجتمع اللي هي مش موجوده، اللي هي ما عادتش موجوده. تمام. ما عادتش موجوده اصلا قيم المجتمع ده بسبب اللي بنشوفه. هل ده كويس لينا؟ بعيدا عن اللايفات، بعيدا عن اي حاجه، تيك توك ده اصلا المفروض يتمنع، خاصه الاطفال. الاجيال القادمه هتتاثر وتشوف حاجات ده وتقلد زيها، يبقى جيلنا ضاع يا باشا. اجيال كتير ضاعت بسبب وبيتاثروا. خلي بالكوا اي حاجه بتنزل على السوشيال ميديا سواء كان تيك توك او فيس او يوتيوب، الناس تتفرج عليها تتاثر بيها وهتقلدها. عايز تاثر اعمل حاجه ايجابيه، الناس تاثر فيهم بالايجاب وليس بالسلب، مثل لايفات التيك توك بالقرف اللي احنا بنشوفه ده. يا ناس، الناس بتعمل كده عشان الفلوس. بدل ما تعمل كده شوف لك شغلانه محترمه تنزل تشتغل فيها، بدل ما انت قاعد تهين نفسك
وتقل من كرامتك وقيمتك ومبادئك عشان فلوس، عشان ورق. الورقه اللي بقت بتعمل لنا قيمه بعد ما احنا اللي كنا بنعمل للورقه دي القيمه. تخيلوا، وده بجد. وسأظل أقولها وهفضل أقولها للنهاية: حسبي الله ونعم الوكيل. كل إنسان لازم يشوف الغلطات دي، يتفرج ويشوف النتائج المترتبة عليها إيه مستقبلا حتى. إيه يا جدعان؟ إحنا طهقنا وقفنا من اللي بنشوفه ده. كل واحد يشوف مصلحته بعيد عن النظام أو عامة. الناس بقت كلها بما أهمها الفلوس، سواء كان ولد أو بنت. ما فيش مشكلة إن الفلوس هي اللي هتقدر تخليك تعيش وتصرف على نفسك، بس في نفس الوقت ما تتذللش ولا تتحوج إن أنت تعمل حاجة تقل من نفسك وكرامتك عشان الفلوس. وهفضل أقولها: من عاش بلا مبدأ سيموت بلا كرامة. وهنزيد عليها ونقول: ومن عاش بلا كرامة سيموت بلا قيمة. يعني حضرتك اتخليت عن كرامتك ولا ليك أي لازمة، وجودك زي عدمك. هتخليك عن مبادئك، كرامتك نو كرامة. ما شاء الله. وطبعا ما تنسوش طبعا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وده كان طبعا آخر الفيديو. طبعا ما تنسوش دعوة برضه لإخواتنا في فلسطين. إن شاء الله ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.